إذاعة مرسال تستمعون الآن. هذه عقيدة الصحابة يا إخواني، هذه هي عقيدة الصحابة، إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف، من غير تمثيل ولا تكييف، باش ننفيو على أنفسنا التجسيم. لأنه أو طلع واحد المستكبر يتكلم بعنجهية اسمه مولود السريري، يسمونه العلامة، أحد المعلمين في بلاد المغرب، يرأس ويدير مدرسة في المغرب، أنشأ له قناة يهاجم فيها مذهب السلف في العقيدة، وينفي هذه العقيدة التي نطق بها الكتاب العزيز ونطقت بها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ويريد أن يغلط مذهب السلف قاطبة بسفسطة وفلسفة ومنطق لا يستطيع أحد أن يفهمه إلا الفلاسفة مثله، والرجل يتكلم بلغة الذي لا يرى مثل نفسه، ويسفه ما ذهب إليه السلف رحمهم الله تعالى. فالحذر الحذر مما يدبر لهذه العقيدة الصافية، فإن الهجمات هذه الأيام كثرت على عقيدة السلف، والهجمات كثرت على مذهب السلف رحمهم الله تعالى، فإنه ينبغي علينا في هذا الوقت بالذات أن نقرأ مذهب السلف ونتمكن منه حتى لا نخيب في عقيدتنا، لأننا نسلم بإذن الله تعالى في هذا الموقف بالاعتقاد الصحيح وبالتوحيد الخالص الذي نبذله لله تبارك وتعالى.